هلا ويا حلوين، شلونكم؟ وش اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم سويت كليجة، الطعم مالها ولا غلطة، ويلا نسويها سوا. هنا عندي كيلو طحين يعني عادل 6 أكواب. هنا عندي الزبد يعني الكيس الواحد ب200 غرام. وهنا عندي ظرف واحد بيكنج باودر. وهنا عندي ظرفين فانيلا. هنا راح اخلي البيكنج باودر والفانيلا على الطحين. وهنا رحت ذوبت الزبد مثل ما تشوفون، ضفته على الطحين. هنا راح أبدي أخلط المكونات كلها سوا وبعدين أعجنها بيدي. هنا مثل ما تشوفون عجنتها بيدي. هنا خليتها بصينية أكبر حتى أشتغل على راحتي. هنا عندي كاسة واحدة حليب دافي، وهنا نضيف عليها خاشوقتين شكر، هنا هاي الأولى وهاي الثانية. وهنا نضيف خاشوقة واحدة خميرة. وهنا نخلط المكونات كلها سوا وبعدين نضيفها على العجينة. وهنا مثل ما تشوفون قاعدة أضيف بالتدريج حتى تتماسك عند العجينة. وهنا احتاجيت قلاص ماي دافي، فهنا ذبيته على العجينة. وهنا مثل ما تشوفون العجينة التمت عندي، يعني احتاجيت قلاص واحد ماي إلا صارت هيج. وهنا مثل ما تشوفون العجينة كملت عندي، وراح أخليها ترتاح ساعة ونص على ما أسوي الحشو. هنا للحشو عندي نص كيلو تمر مفلس. هنا راح أبدأ أحمسنه. هنا خليت عليه نص قلاص رهش ونص قلاص سمسم، وبعدين خلطتن سوا. وهاي النتيجة. هنا راح أسوي على كرات صغار وبعدين أشتغل به. وهنا مثل ما تشوفون كملت من التمر. وهنا راح أبدأ أشتغل بالعجينة. العجينة اختمرت عندي، وهنا عندي العجينة كلش حلوة وطرية. وهنا مثل ما تشوفون راح أبدأ أشتغل بالعجينة. هنا راح أسويها بالقالب اليدوي. هنا بديت أشكل بيها، أسويها بدون سمسم وسمسم. أول صينية سويتها بدون سمسم، وثاني صينية سويتها بالسمسم. وهنا بديت أحضر بالصينية الثانية. وهنا مثل ما تشوفون كملت الصينيتين وخليتهن بالفرن على ما يستوون. وهنا كملت الصواني عندي 2. هين وسهمكم ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنزله. مع السلامة.